جوزي الغالي ابو عيالي قال لي تعالي يا حبيبه قلبي يا غاليه هخرجك، ويا ريته ما خرجني، خدني وداني محل كشري. قال ايه يا اختي انت ويا كده ايه من بتوع ايه؟ جبت ابو 150 جنيه. طب قلت له يلا يلا بينا قوم. 150 ايه؟ قوم ده انا هعمل لك حله كشري تاكل المنطقه والمقيمين حوالين المنطقه ب20 جنيه. قال لي ايه؟ قلت له طب يلا ايدك على 20 جنيه يا ابو عيالي يا غالي. قال لي يا مراتي يا مهنياني خدي 50 جنيه. يا سلام انت تأمري واجيب لك ازازة بيبسي كمان عشان تبلع. قلت له يسعدك يسعدك ليا ويهنيك ويزيدك من فضله ومن كرمه يا غالي. قمت قلت بس نيفر فور ايفر. ايه كشري ايش تمدحنا؟ نوريك كشري البلدي اللي على اصوله. رحت بقى قايمه يا اختي انت وهي كده، طشه فصين توم كده في قلب الحله بشويه زيت، هوب يمين في شمال شمال في يمين. ورحت جايبه طماطميتين شحتاهم من الوليه جارتنا ام حسين. والله يا اختي انت وهي، اصل احنا الشحات لي نص البلد. ورحت حطهم على بعض واديله. جبت ماجي بقى والنبي شحتها هي كمان من على الراجل العلاف اللي على اول الشارع. جبت مكعب ماجي وحبة فلفل وحبة ملح ونطرة كمون وحبة سكر عشان تعدل ايه الحموضة. اصل الغلب وعيالي ما قدرش يجيله حموضة، يعني حرام وانا هاكله واجيب له حموضة كمان؟ ده هو اللي مهيصنا هو اللي معيشنا. تمام. رحت بقى مديها يمين في شمال وقلت بس دخلنا ايه بقى على الكشري. انا هنا الزيت ده يا جماعه كنت قليت فيه البصل، بس ما اعرفش يا حبيبتي انت وهي كان البصل الفيديو بتاعه راح فين، ولا قلت ما حبكوش عشان البصل بقى ب 16 جنيه ما اجيبلكوش سدت نفسي. بلاها بصل يلا بلاها توت وخليها سوس. نزلت بالشعريه ونزلت عليها بنطره ملح كده عشان تعدل اللون وتوحد الالوان، وقب في مين فوق في تحت في شمال في يمين ضربه بضرب. يلا يلا يلا. ونزلت بيهم على الرز على طول، وهوب اديله لحد ما خشول وخشخش وسمعنا صوت كده. ورحت نازله بالعدس المنقوع. 5 دقايق وتخلق احلى كشري. والله كشري الحله الواحده طلصق واقلب ويلا عك وليس كل كويس. تسلم ايديا. ورحت نازله عليهم بقى بايه؟ بحبه الملح والكمون ومكعب الماجي. مكعب ماجي يا اختي، مكعب الماجي. ولو عايزه تحطي بهارات حطي. والمكرونه في الحله. ده الكشري بتاع الحله الواحده. الله يديله الصحه بقى والله يرحمه. زينهم بتاع ارض بتاع بولاق يا جماعه، اللي من بولاق وعارفين الحاج زينهم بتاع عربيه الكشري الحله الواحده كله في قلب بعضه. قلت لا واسيب الدنيا كده، ده انا لازم اخلي البيت كله يعطس ويكحكح من ريحه الشطه. انا اخليهم كلهم يقولوا يا بختك يا بختك يا ناك يا سعد. امال انا ايه هنزل اوزع كشري في الشارع كده ببلاش؟ لا يا جماعه انا لازم كله يبقى ايه ينفنف ويكحكح معايا، ما هو ما ينفعش. ورحت عامله لهم سلطه الدقه. والله اللي هي 2 سلاح ذو حدين، سلطه ودقه في نفس ذات الوقت. بصوا بقى الشطه دي كتري وبلاش تستخسري. والله كتري يا اختي وبلاش تستخسري، ولا اقول لك لا لحسن يجي لكم البواسير يا لهوي وجوزك يعيا وتقولين انت السبب، ولا حماتك يحصل فيها شيء. لا لا نيفر. ورحت نازله عليها بفص توم من التوم اللي انا كنت لسه دقاه، وحبه ميه وحبه خل وشطه، وقلب يمين شمال وكله في. بص بقى ده احنا حبه خلي باقيين ارميهم حرام. والليمون بقى، ايوه بقى بصي الليمون ببلاش دلوقتي رخيص، الكيلو ونص ب10 جنيه. كتري وبلاش تستخسري كده، اديله خليكي سخيه كده، بلاش تبقي بخيله يا وليه. تمام. وراح جوزي بقى هنا ايه قال لي والله يا حبيبتي يعني بصي والله لهنيكي، ده انا بصي هخلي الشارع كله يقول تسلم ايديك يا ابو العيال. قلت له يا لهوي تعيش وتجيب يا ابو عيال تعيش وتجيب. راح جايب لنا يا اختي انت وهي ايه عيش شامي. اتمشى مشوار صراحه الراجل كتر خيره تعب. قمت ماسكه العيش في الزيت وانزل انزل انزل هوب يا دوبك يا دوبك زي ما انتم شايفين كده بدأ يلون. رحت شايلاه لانه بيغمق بقى بعد شويه. دي الغلطه اللي غلطتها حماتي هي وجوزي لما سبتهم في مره يعملوا كشري لوحدهم حرقوا العيش. ليه؟ اصل سابوه لما يلون خالص. يعني يا حماته يا حماته يا سر حياته. ولكن ما علينا اتكل وحياتك انت ويا. لا والله اترمى في الزباله وكانت اكله استغفر الله يا رب، وكان يوم استغفر الله يا رب، والاكل كله اترمى وحصلت خير. ما علينا مش هندخلكم في تفاصيل حياتنا وفضايح بيتنا.
يلا خلينا بقى. اصل والله كل ما افتكر الكشري ده افتكر اللي صعب عليا لما الكشري بتاع حماته حياته وقع وباظ واترمى، والحاله كانت ايه فل. المهم نزلت عليهم بشويه دقه كده، فاكرين الدقه بتاعت زمان اللي كانت امهاتنا الله يديهم الصحه ويرحمهم بيعملوها، ملح وكمون وشطه وفلفل وكزبره وايه، ويلا شقلب واقلب كله ببعضه ونشر ورش عليهم. بصوا ما شاء الله تبارك الله على سفرتنا. والله يا جماعه ناس كتير اكلت من الكشري ده بألف هنا، بألف هنا لكل من كان، وبألف هنا لصاحب النصيب اللي راح له الكشري ده. عايزه اقول لكم انا اخواتي بصوا بيتجننوا عليه لما اعمل كشري الحله لوحده، كله مفلفل على فكره، مفيش حاجه معجنه، نيفر فور ايفر. لا 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 لا، اللي هيقول لي يا بنتي يا ميسو الكشري معفن معجن ولا، هقول له ابدا تعالى دوق وبألف هنا.